جوه الملعب، لكن ده حرم الملعب، ده المدرجات دي من ضمن حاجات الجماهير مفيش كلام. يعني طبعا خلاص يعتبر دخول تام للجماهير. يعني عشان نعرف برضو اللي حصل جوه وايه الحكايه بالظبط، معانا خالد الكردي مراسلنا في ملعب المباراه. خالد مساء الخير يا خالد. مساء الخير. بالفعل هي بدات جماهير الازهر تقتحم استاد الاسماعيليه هي بالدخول اهيت من بوابات الدرجه الثالثه كما وعدوا ان هم يقتحموا الاستاد. بالفعل هم الجماهير دخلت هي بكثره حوالي دلوقتي 200 فرد اهوت، وهيظهروا دلوقتي على الشاشات. وطبعا الكابتن حمدي شعبان كما صرح قال ان انا هوقف المباراه، وقال خلال ربع ساعه لو هم استمروا في تواجدهم في الاستاد خلال ربع ساعه انا هلغي المباراه. طبعا قوات الامن زي ما انت شايف بتحاول تهدئه الجمهور او تعزلهم عن دخول الارض الملعب ودلوقتي في المدرجات. خالد انا معاك شوبير، يعني هل تاخير بدايه المباراه كان خوف من اللي هيحصل ده؟ بالفعل كان شوبير، لان كان بالفعل بره احنا قلت لحضرتك ان هو كان في تجمعات وهم بالفعل كانوا مصممين على الاقتحام دلوقتي صواريخ وتماريخ في الاستاد، ونفذوا ما وعدوا بيه واقتحموا الاستاد. كابتن شوبير وكابتن حمدي شعبان وقفوا المباراه وهيديهم مهله ربع ساعه، في حاله بقائهم في الاستاد ربع ساعه هيلغي المباراه. خالد المنظر اللي قدامنا على الشاشه فيه البعض بيدخل والبعض بيخرج، يعني هل هي فقط محاوله لاثبات الذات؟ يعني هو بالفعل كابتن شوبير حتى هذه اللحظه هم متواجدين، والامن عامل ساتر بينهم وبين الملعب عشان ما حدش يقتحم الملعب، لكن هم زي ما انت حضرتك عارف هم غالبا هينسحبوا بعد ربع ساعه، بس هم كانوا طب انا شايف على الشاشه اصابه احد رجال الامن، هل حصل اي نوع من انواع يعني الاحتكاك بين الامن وبين الجماهير؟ هو لو حصل احتكاكات كابتن شوبير هتبقى من خارج الاستاد، لان من داخل الملعب مفيش اي حاجه، ودلوقتي بيجري اسعافات اوليه لفرد امن دي كانت من خارج الاستاد يا كابتن شوبير. خالد انا شايف عربيه الاسعاف جوه الملعب وفيها احد المصابين، يعني يا ريت تقول لي بالظبط يعني الاعداد. للاسف الشديد المخرج يا ريت المخرج يخليه مع الجمهور لو يكون بيسمعنا، يعني اوصف لي انت، خليك انت عين الكاميرا تقول لي اللي بيحصل بالظبط يا خالد. دلوقتي حوالي من 150 فرد في الدرجه الثالثه ومعلقين اللافتات يا كابتن شوبير، وبينددوا باتحاد الكوره واتحاد العار. طيب يعني هل في نيه للاستمرار؟ شايف كمان لافتات دخلت الملعب، هل هي في نيه البعض ممكن يستمر في الملعب لما لا نهايه، ولا الشكل عامل ازاي؟ لانه في عربيتين اسعاف كمان داخل الملعب. حتى هذه اللحظه هم بداوا يعلقوا اللافتات الكلمه للاحرار يا اتحاد العار، هم بيشجعوا هم حاليا سلمي، والامن عامل ساتر عازل اللاعبين، واللاعبين طبعا في الملعب مستغربين من اللي بيحصل، والحكام واقفين برضه مستغربين من اللي بيحصل، بس هي الاعداد حتى هذه اللحظه ممكن يتم السيطره عليها، ولكن الامن مفضل عدم الاحتكاك مع الجماهير يا كابتن شوبير. خالد انا رامي بهجت معاك يا خالد، يعني انت مش شايف ان في اي تدخل من الامن تماما؟ تماما حتى هذه اللحظه يا رامي ان الامن عامل ساتر ما بينهم وبين اللاعبين، حتى ما يحصلش اي احتكاك ما بين الجمهور واللاعبين في الملعب، لكن وبرضه الامن يعني بصراحه ضبط النفس والتعامل بكل حذر مع الجماهير المنفلته، وبالتالي ده بدا صواريخ في ارض الملعب ممكن تصيب اي لاعب زميلي رامي. طيب احنا شايفين دلوقتي في بعض الجماهير ومحاولات دخول الملعب بقى نفسه، يعني دخول حرم المستطيل الاخضر نفسه. هو بالفعل في محاولات من الجماهير، لكن الامن واقف وتصدى لكل هذه المحاولات، واقفين باستماتة لعدم دخول اي فرد من افراد الجماهير لارض الملعب. نتمنى يا خالد ان الامور يعني تمشي على ما يرام ان شاء الله، ويعني عايزين برضو معانا لحظه بلحظه. مظهر سيء طبعا، المباراه كانت اجواء هاديه ما فيهاش اي مشكله، مظهر مسيء للكره المصريه وخصوصا النادي الاسماعيلي. طب خليك معانا يا خالد، معاك الكابتن شوبير وهيتابع معاك احداث وتطورات ما يحدث في ملعب الاسماعيليه، ونتمنى ان يحدث ويتم الموضوع على خير ان شاء الله في القريب العاجل. خليك معانا يا خالد. خالد سامعني يا خالد؟ سامعك كابتن شوبير. يعني احنا رجعنا للاستوديو التحليلي ومعايا الاستاذ سيف والكابتن مجدي طلبه وخالد. خلي صوره الملعب يا عظيمه، مش مهم تجيب الضيوف ولا تجيبنا، خلينا في صوره الملعب هي الاهم. استاذ سيف يعني اللي توقعته حصل، قلت لك نتكلم في الكوره تقول لا نتكلم في الحدث بالزبط. يعني لو عندك حوار مع خالد اتفضل استاذ سيف، لانه احنا داخلين على فوضى. لا هو انا بس كنت عايز خالد اكد لنا عربيات الاسعاف اللي داخله خارجه دي، احنا كنا نقول الامن لا علاقه له بالموضوع خالص. الصوت شويه الامن لا علاقه بالموضوع. عايز هل اصابات ايه اللي بتحصل او عربيتين اسعاف دخلوا؟
يعني هل عندك معلومات يا خالد؟ نوع الاصابات هو الاصابه اللي حصلت كانت اشتباكات من خارج الاستاد، فهم حتى هذه اللحظه ما فيش اي اشتباكات داخل حيز الاستاد يا كابتن شوبير. الامن ضبط النفس والجمهور دلوقتي الاعداد بتتزايد، حوالي دلوقتي 500 مشجع بالشماريخ والالعاب الناريه. قول لي وهم متحمسين ومتحفزين. ايه الهتافات؟ هو بيشجعوا طبعا، بيهتفوا للنادي الاسماعيلي فقط لا غير، وهم كده بينسحبوا. هو كابتن شوبير بيخرجوا من الملعب حاليا. يعني واضح يعني خلاص نوع من انواع استعراض القوه زي ما قلنا، وبعد الاستعراض يضيعوا على الفرقه المباراه ويضيعوا تركيزهم برضو زي ما قلنا، وبعد كده مش مهم الفرقه تخسر تكسب، دي مش قضيتهم. واضح يا خالد؟ بالظبط زي ما حضرتك يا كابتن شوبير قلت في بدايه المباراه، هم عايزين يثبتوا ان هم هيقتحموا الاستاد، وبالفعل نفذوا ما ارادوا، وهم دلوقتي خارجين بكل سهوله ويسر. يعني احنا مش شايفين ان الخمس دقائق او ال10 دقائق دول كان ليهم اي داعي. لا هم ممكن يخسروا الاسماعيلي المباراه، بس ده الداعي يعني. بالظبط يا كابتن. طيب خالد خليني اسالك، الاعمار انا شايفها كلها صغيره. بالفعل الاعمار كلها لا تتعدى 18 16 17 19 سنه كابتن شوبير. نعم استاذ سيف، انا شايف قوات مسلحه كمان موجوده. القوات المسلحه لا هي موجوده للتامين، كنوع من انواع التامين، ولا يعني بس هم نفسهم خلاص زي ما انت حضرتك يا كابتن شوبير انت قلت، هو نوع من انواع استعراض العضلات. اتفضل يا خالد. اشاده يا كابتن شوبير لقوات الامن بصراحه، ضابطين النفس، بيتعاملوا مع الجماهير بكل حذر، لان انت عارف المواقف اللي زي كده حساسه لاي احتكاكات ممكن يحدث ما يحدث عقبها يا كابتن شوبير. مجدي انا شايف انه الشرطه حتى ما بتتدخلش، يعني زي ما انا قلت وده اللي احنا طلبنا بيه. هو ده عين العقل اللي بيسموه، هو ده عين العقل. اذا كان العقل ليه عين يبقى هو ده. انك ما تتدخلش خالص، ولا تلتحم ولا تشتبك ولا اي حاجه خالص. خليك انت محاوط المهمه الاساسيه بتاعتك والرئيسيه بتاعتك هي عناصر اللعبه اللي هي اللعيبه والحكام في الملعب. بس خالد انا شايف واحد قائد ليهم اهو لابس فانيله الاسماعيلي، وده بيخرجهم يعني، واضح انه دخلهم ولا بيخرجهم يعني. هم خرجوا دلوقتي بكل يسر يا كابتن شوبير بدون اي احتكاكات مع الامن، وخرجوا زي ما حضرتك قلت، هم اثبتوا، هم نفذوا كلامهم ان هم هيقتحموا الاستاد، وخرجوا بكل سهوله ويسر، مفيش اي مشكله مع الامن او مع اي افراد او اي اشتباكات. خالد السؤال، يعني خلاص هم هيخرجوا والمباراه هتستأنف، هم هيبقوا موجودين بره، طبعا بيتابعوا المباراه من خلال الشاشات ومن خلال الكاميرات، هل هيفضلوا موجودين ولا هينصرفوا مثلا في حاله لو الاسماعيلي دخل فيه جون يدخلوا يفسدوا الاجواء من جديد؟ هو ممكن يطلعوا كابتن شوبير او يتجمعوا فوق اسطح العمارات المحيطه بالاستاد، كنوع برضو من انواع التشجيع للنادي الاسماعيلي، وده اللي هيبان دلوقتي. وهو ممكن ينصرفوا بقى يقعدوا على المقاهي او اي مكان هم متفقين يتجمعوا فيه يشاهدوا المباراه، وما نعرفش بقى ممكن احداث المباراه ممكن هي تحدث فيها ايه، واحنا برضو بعد المباراه ممكن يبقى في احداث، احنا لسه برضو هنشوف احداث المباراه هي اللي هتحكم بعد كده كابتن شوبير. خالد اللي باين قدامنا في باب حديد كبير، هل الامن فتحه عشان ما تحصلش مشاكل؟ هو زي ما انا قلت لحضرتك كابتن شوبير في المداخله قبل المباراه ان ممكن الامن عشان الاحتكاكات ممكن هو يسمح لهم بالدخول في حيز المدرجات، عشان هو لو منعهم من الخارج ممكن تحصل اشتباكات واحتكاكات بينهم، هتبقى مشكله، فبالتالي الامن سمح لهم بس في حيز دخول المدرجات يا كابتن شوبير. كده الملعب اخلي تماما يا خالد؟ الملعب كده اخلي تماما، والجماهير كلها خرجت، ورجال الامن بيبداوا ياخدوا مواقعهم، ومفيش اي مشكله خالص. خالد خليك معايا، ارجع اتحدى اذا كان لعيبه الاسماعيلي هتلعب كوره كويس. انا اتحدى اذا كان اداء لعيبه نادي الاسماعيلي هيبقى هتلعب ده من بدايه المباراه يا كابتن، واضح التاثير. اتحدى طبعا، ولا تمريره طلع سليمه. اتحدى بس انا الحقيقه اشكر خالد الكردي، لانه خالد السيناريو ده مراسل شاطر. اللي قاله بالظبط اللي حصل، لان هو كان واضح ان هو كان قاعد معاهم بره، كان قاعد في وسطهم. انا خايف يكون كان بيخطط لهم يعني عشان نوديه في ده يعني. كابتن شوبير انا بريء يا كابتن شوبير. بريء يا بيه. الله يا خالد اشكرك، الحقيقه شطاره منك كمراسل. انا برضه احب اوضح لحضرتك ان مجلس اداره النادي الاسماعيلي بالكامل قاعد زي ما حضرتك سالتني، مجلس اداره النادي الاسماعيلي بقياده المهندس رفعت عبد العظيم كلهم متواجدين بالكامل، ومجلس اداره النادي المصري بالكامل ما عدا خالد اشكرك، وارجو ان لا نعود اليك من جديد، نعود الى الزميل رامي بهجت واحداث المباراه المقتربه ما بين الاسماعيلي شكرا كابتن احمد شوبير وضيوفي